ازيكم؟ النهارده هعمل معاكم سمك البلطي المقلي بطريقه جميله قوي. تمام، معايا سمك بلطي بيكون مغسول كويس جدا، وبيكون نقعاه في ليمون وطحينه، كمان معلقه طحينه ودقيق، ويكون اتغسل معايا كويس جدا. هصفيه هنشطفه ونصفيه كويس جدا، ونيجي هنا بقى نقطعه فتحات كده بالسكينه. تمام، عشان تتشرب التتبيله. الفتحات دي بتساعد ان السمك يتبل احسن. التتبيله بقى معايا كزبره خضراء وفلفل اخضر وملح وشطة وكمون وكزبرة ناشفة، دي بتدي يعني ريحة جنان وهو بيتحمر. ومعايا معلقة اختياري هريسة، والثوم طبعا. تمام، هنيجي بقى هنا، انا هضرب لي المكونات ديت عندي في الكبة. ممكن بقى انتي مش هتعمليها في كبة، هنعملها في الهون عادي. هنحط الثوم الاول بالملح، وبعد كده ننزل بباقي المكونات، والكزبرة نقطعها صغنن جدا هي والفلفل. في بقى في الكبة هنضرب فيها الحاجات دي ونحاول نخليها خشنة شوية. تمام، هنا بقى هاجي اتبل بيها السمك. هدخل التتبيله دي جوه السمك، جوه الفتحات دي كويس جدا. تمام، هعمل معاك واحده كمان. اهي هندخل التتبيله حلوه قوي جوه الفتحات. واهم حاجه يبقى جنبي مصفى تحتيها طبق، علشان هنحط فيها السمك، عشان ينزل بقيه يعني لو في زيادات ميه، لو التتبيله فيها ميه تتصفى، ما يبهدليش الزيت وانا بحمره. تمام، هنا اهو زي ما وريتهولكوا كده، لازم السمكيه تبقى محطوطه الفتحه بتاعتها من تحت. هنيجي بقى نعمل الرز بتاع السمك. هخليكي تعملي احلى رز صياديه، جربوه بطريقتي ويعني قولوا لي رايكم. ده هنا معايا 3 بصلات صغننين، يا اما بصلتين وسط لكوبايتين رز ابيض. تمام، طبعا ال3 بصلات هقطعهم وهضربهم في الكبه ونرجع تاني. هنا بقى معايا حله هننزل فيها بحوالي ربع كوبايه زيت، ننزل فيها بالبصل بعد ما ضربناه في الكبه. تمام، هنشوح فيه كده كويس. كوبايتين رز مصري مغسولين ومتصفين كويس. هنا بقى اول ما اوصل للون ده، هبتدي انزل بقى ايه. انا بكون واخده معلقه من التتبيله بتاعه السمك، وبابريكا وملح وكمون. تمام، هقلبهم بقى في البصل تقلبتين بالظبط، لحد ما يطلعوا ريحتهم. التوابل هتلاقيها بتطلع الريحه بتاعتها، والمعلقه الصغيره بتاعه تتبيله السمك دي بتبقى طعمها جميل قوي في الرز السمك. هبتدي بقى هنا الرز عندي متصفي كويس جدا، مغسول ومتصفي كويس جدا. هنزل بيه على البصل وهنشوحه كويس جدا. انا شوحته حوالي 7 دقايق لحد ما الاقي الرز ابتدى يبقى يعني متغلف بالمادة الدهنية، وكل واحدة فيها منفصلة عن التانية. تمام، هنا بعد ما تشوح معايا كويس اهو، بقيت الرزاية كل واحدة منفصلة عن التانية. هما 7 دقايق بالظبط، خد معايا 7 دقايق تقريبا. هبتدي بقى ابشر بجزراية وننزل بيها، هتدي شكل حلو قوي للرز. دي جزراية مبشورة هننزل بيها قبل ما ننزل بالمية على طول. مش هحطها بدري عشان ما تتبلش في التشويح، ومش هحطها متأخر عن كده عشان برضو ما تبقاش باينة ان هي مصحصحة قوي في الرز معايا. هنا بقى مية سخنة، هننزل بالمية ديت على الرز لحد ما نغطي الرز بس. تمام، هنزل واحدة واحدة لحد ما ايه، يدوبك المية تغطي الرز بس. طبعا الكلام ده كله على نار عالية. انا كده نزلت بالمية اللي غطت الرز بالظبط. تمام، اهو هغطي واسيبه حوالي دقيقتين وهرجع اشوف. اهو كده ابتدت المية تتشرب وخلاص، اهو الرزاية ابتدت تبان. هنبتدي بقى نوطي النار ونسيبه لحد ما يستوي. هنا بقى هاجي عندي الجمبري الصغنن دوت خالص، انا بجيبه اعمله بدل الطحينة، يعني بجيبه احطه على الرز كده بصوص كده جميل قوي. طبعا هنا متجابه ومغسول كويس جدا ومنقوع في ليمون ودقيق. تمام، هنا دي بقت تتبيلة السمك. هنا بعد ما صفيت طبعا الجمبري خالص، بنزل عليه بالتتبيلة ديت. بقيت تتبيلة السمك او معلقة كبيرة، يعني انا ده كان نص كيلو من الجمبري، هنزل عليه بمعلقة كبيرة من تتبيلة السمك. تمام، هنا بعد ما قلبته هسيبه حوالي نص ساعة في التلاجة. ونيجي بقى هنا بعد ما السمك قعد حوالي ساعتين في التلاجة، دقيق عليه كاري او كركم، اي حاجة تدي سنة صفار بس للدقيق. تمام،
وهقلبهم كويس وهبتدي ان انا ابدر السمك معاكم. تمام، همسك سمكية سمكية. كل ما السمك قعد في التلاجة وقت اطول كل ما التتبيلة اتشربت فيه وبقى طعمه اطعم. وبرده الجمبري برده نفس الموضوع، انا بحطه في التلاجة ياخد وقت شوية في الحياء، يعني من نص ساعة لساعة برده. هي مش بيحتاج الجمبري زي السمك، مش بيحتاج تتبيل قوي، بس حوالي نص ساعة يعني. هنا بقى هبدر السمك كله علشان ما ينزلش معايا دقيق في الزيت ويبهدلهولي. هبتدي ابدر الكمية اللي عندي كلها واسيبها معايا وابتدي اشتغل، ابتدي اسخن الزيت مرة واحدة. يعني مش هفضل ابدر واحدة وانزلها في الزيت، لا انا اخلص الكمية كلها وابتدي ايه، احط الزيت على النار. هنا حطيت الزيت على النار ونزلت فيه بسنة دقيق صغننة، اتأكدت ان هو سخن. ابتدي بقى اصفي السمكة من اي زوايد دقيق وهنزل بيها في الزيت. الزيت طبعا لازم يكون سخن خالص. هنا على نار متوسطة، مش هنعلي النار قوي، هنخليها نار متوسطة عشان السمك يستوي من جوه. هبتدي انزل بالسمك بعد ما بتأكد ان مفيهوش اي زوايد من الدقيق. انا بحب ان انا احمر السمك في صينية، علشان في الطاسات بتبقى يعني الحيطة بتاعتها بتبقى قاسية شوية فبتبهدلي الدنيا، لكن في الصواني بتبقى الدنيا ملمومة واحكم يعني في التحمير. هنا اهوت ببتدي اتابعه لحد ما يبقى لونه ذهبي كده بالجمال ده، ونبتدي نشيل السمك. اهم حاجة نصفيها كويس، وممكن هنا ننزل السمك يتصفى على مناديل، او ممكن نحط مصفى برضو جنبينا وتحتيها طبق ونصفي فيها السمك براحتكم. تمام، هنا اهو هصفي السمكة كويس جدا. بس كده. هنيجي بقى بطاسة سخنة فيها معلقة زبدة، ونعمل بقى الايه الجمبري بتاعنا ده بشوية صوص حلوين قوي للرز. الزبدة ساحت، اروح نازلة على طول بالجمبري. هي معلقة زبدة او معلقة سمنة ايا كان المادة الدهنية اللي نستعملها. هدي بقى تشويحة للجمبري ده. هفضل اقلب فيه على نار متوسطة. هيبتدي ينزل شوية مية كده اهوت، هسيبهم برضو 5 دقايق كمان، هيبتدي يعني يشرب المية بتاعته. هنزل بقى هنا، دي اختياري بقى، ده فلفل رومي متقطع حتت صغننة، بنزل بيه على الجمبري وادي تشويحتين كمان. يعني انا قلبته الاول 5 دقايق بالظبط، وبعد كده نزلت بالفلفل الرومي واديته تشويحتين كمان. 5 دقايق وبطفي النار، بس كده. وده الشكل النهائي بتاعنا، يا رب يعجبكم. اكيد اكيد التتبيله هتبقى مميزه وجميله ان شاء الله. بس كده. وادي الرز بتاعنا. متنسوش تدعموني بلايك وسبسكرايب.